امرنا نتعامل مع كل العالم حلو، مع كل البشر حلو، لكن في عالم كده هتقابلك في حياتك اتعامل معاهم حلو، لكن في حاجات خليها جواك اوعى تقولها، لان ان قلتها هتدمر حياتك. في عالم في حياتك انت عارفهم، لو ناوي على مشروع، لو ناوي على خطة تنجح فيها او طريقة تنجح فيها، اوعى تعرفهم بيه، والله هيكونوا سبب في فشلك. حاجات جواك كده لابد تحتفظ بيها لنفسك من اولهم. فيه اعرف الناس اللي حواليا، مين اللي بيحبني، مين اللي بينتقدني، مين اللي محتاج ان انا انجح، مين اللي شايفني ان انا مش عاوز اتحرك خطوه. العالم دي ما اديهاش ابدا سر حاجه عاوز اعملها. الحاجه اللي جواك دي اللي انت هتقولها لهم تاني يوم هيكون البلد اللي انت فيها كلها عرفتها. فالمشروع اللي انت كنت ناوي تعمله البلد كلها عرفت بيه، 30 واحد قبل منك هيبدا يعمله. في عالم في حياتك لابد تحافظ من كلامك قدامهم، تكون قليل الكلام. على العموم تكون الراجل فينا لابد يكون قليل الكلام، لكن في عالم كده افضل تكون قليل الكلام قدامهم. لو مريت بمحنه في يوم من الايام، في نوع من البشر اوعى تحكي له على محنتك، على فشلك، على وقعتك، هيفضل دايما فاكرها لك، هيفضل دايما واخدها ضدك. العالم دي لازم تبان قدامهم دايما ان انت حد قوي، حد كبير، حد مش بيقع، حد مش بيتهز. فايده لك، فايده لك حتى قدام، مش في الوقت الحاضر. لكن انت لو بينت قدامه ان انت امتى وقعت ولا امتى فشلت، هيمحي كل تاريخك الحلو ويفضل فاكر فقط ان انت وقعت، ويفضل ينتقدك بيها. يقعد مع كل حد يحكي لك، هو كرهك، فهو يتمنى ان هو جات له الحته دي عشان يحكي كل العالم عليك. معاك كام، عليك كام، ليك كام، تجارتك قد ايه، دخلك قد ايه. الحاجات دي ما تتقالش الا للعالم اللي انت متاكد ان انت مكانك في قلبهم كبير. زوجتي، اولادي، إن كان ابويا، إن كان امي، صديق مقرب يحب ويفتخر ان انا اكون ربنا كرمني، لو بمر بازمه يكون كتفه في كتفي. لكن الامور دي لا تقال على المشاع، الامور دي بتاعت انا، ما ينفعش كل حد يعرفها. مش هو جاهيه. كل بني ادم فينا عنده نقطه ضعف، كل بني ادم. لكن انت اياك ان الانسان اللي بينتقدك، اللي انت عارف انه مش بيحبك من قلبه، اوعى يعرف نقطه ضعفك. انا مش عاوز اكبر لك الدايره اكبر واقول لك حتى المقربين منك اوعى حد يعرف نقطه ضعفك. والله هتمر الايام ولابد يستغلها ضدك. اوعى قريب او غريب يعرف نقطه ضعفك. نقطه ضعفك دي بتاعتك انت. احنا مفيش حد على وجه الارض الا ما عنده نقطه ضعف، لكن لابد اكون انا اللي عارفها، فانا اللي بتلاشاها. انا محتفظ بيها نفسي وبتلاشاها، بعرف اعديها امتى وازاي. لكن حد يعرفها ضرر عليك، دخلك، نقاط ضعفك، اوقات فشلك، خططك لبكره، كل دي امور محدش يعرف بها غيرك او المقربين منك قوي. حافظ على اسرارك دي، زي ما قلت لك، خططك، دخلك، وقت فشلك، نقطة ضعفك، حافظ عليهم، محدش يعرف عنهم حاجة عشان تفضل دايما انت القائد في مركبك. السلام عليكم.